اهم حاجة قبل مشاهدة الفيديو ان احنا نصلي على النبي كتير قوي. نستغفر ربنا كتير قوي. نسبح كتير قوي. نتصدق كتير قوي. الايام دي ايام مباركة وكل سنة وانتم طيبين. شايفين يا جماعة العظمة، شايفين الجمال، حاجة كده تفتح النفس. صينية مكرونة بالبشاميل كفاءة ان هي تعالج اي انسان عنده اكتئاب. شايفين بتلوظ ازاي؟ بجد بجد حاجة يعني وهم. انا قمت من النوم متأخر وصايمة وحرانة والنور مقطوع وفسكانة ويا مش طايقة نفسي. فمش عارفة يعني اعمل ايه، هطبخ ايه يعني في الوقت الصغير، يعني اقل من ساعتين هطبخ ايه؟ فبنتي قالت لي اعملي مكرونة بالبشاميل، قلت لها ما لقيتيش غير اصعب حاجة وبتاخد وقت. فراحت قالت لي ماما انتي شاطرة، اعمليها بسرعة. فقلت لها خلاص ماشي يلا حبيبتي نعمل. سميت الله بقى ودخلت عملت اسرع بشاميل ممكن تعملوه في حياتكم. عملت البشاميل على البارد، جبت هنا لتر لبن، ضفت عليه مرقة دجاج، ونزلت بكوباية وربع دقيق، البولة ديت حجم الكوباية. وقعدت جبت بقى المضرب وقلبته كويس قوي 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 قوي. تمام كده. انا هنا الزبدة مش هحطها دلوقتي، انا الزبدة هحطها لما ارفعها على النار. انا اهم حاجة عندي ان انا ماسكة المضرب في ايدي وبضرب بضرب بضرب بضرب، يعني افضل اضرب اضرب لغاية ما الدقيق ده يعني يختفي تماما. عايزة الدقيق ده يعني ما يبانش خالص في اللبن، يدوب دوبان كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا دوبت الدقيق مع اللبن وبقى فله. حطيت نص معلقة ملح وحطيت رشة فلفل اسمر بسيطة. انا بحب احط رشة الفلفل الاسمر ديت، بتديلها طعم حلو يعني. مش عايزة تحطيها براحتكم يعني. تمام كده. خلاص. قعدت برضو يعني اقلب عشان الملح يدوب مع الدقيق ومع كل المكونات اللي انا ضفتها. تمام كده. هروح ارفعها على النار، ايدي شغالة بتضرب، ايدي شغالة. لو سبت البشاميل ورحت في اي حتة هيكلكع مني. دي اسرع حاجة، يعني ده اسرع حاجة ممكن اعملها. بدل بقى ما تحمري الدقيق والكلام دوت، لا ده سهل جدا جدا ومش هياخد منك ثواني على النار. تمام كده. انا طبعا كنت عملت اللحمة عسقتها وتمام، والمكرونة سلقتها وخلاص. كل حلة على عين في البوتاجاز وخلصت الدنيا. في الحتة دي بقى ضفت الزبدة. حطيت 3 معالق زبدة ومعلقة زيت، وحطيت كبشة جبنة موتزاريلا. طبعا الموتزاريلا بتسيح مع طبعا اول ما اتأكدت ان هي ساحت بدأت بقى انزل بالمكرونة. المكرونة هنا يعني جبت طماطمايه كده و يعني ع- حطيتها على المكرونة عشان عيالي بيحبوا المكرونة تبقى حمرا يعني، بس انا خليتها يعني مش حمرا قوي يعني. تمام كده. ما بيحبوهاش بيضة، ما بيحبوش المكرونة بالبشاميل المكرونة من جوه بيضة، بيحبوها حمرا يعني. لازم اعمل لها الصلصة بتاعتها. عملت لها صوص يعني طماطمايه كده، صوص على النار بفص توم كده، وقلبت المكرونة كويس. وبعد كده جبت بقى الصاج او الصينية اللي انا هشتغل بيها. غلفت الصينية كلها بمعلقتين بشاميل زي ما انتوا شايفين كده. البشاميل القمري الجميل السريع اللي ما خدش مني وقت خالص. بدل بقى ما اقعد احمر الدقيق والكلام دوت، لا عملته بسرعة بسرعة، ما خدش مني وقت خالص. وما كنتش مصدقة ان صينية المكرونة اتعملت بسرعة كده. واولادي كمان مش مصدقين، كلنا صايمين بقى ومحدش كان مصدق ان انا هدخل المطبخ في اقل يعني كان اقل من ساعة ونص او ساعة وربع كمان يعني. على طول شغلت البوتاجاز وكل حاجة كنت عاملاها يعني. زي ما انتوا شايفين كده. جبت المكرونة قسمتها نصين، حطيت نص
في أول طبقة، وبعدين جبت العصاج فردته زي ما أنتم شايفين كده، وهاجيب بقى نُص المكرونة التاني. وبجد، بجد يعني الفيديو ده أنا ما كنتش والله العظيم 3 أنا ما كنتش عاملة له يعني ما كانش في استعداد إن أنا أصوّر واشتغل زي أي فيديو باعمله. بابقى محضّرة بقى المقادير والكلام ده وباصوّر حاجة، حاجة، لأ أنا صوّرته بجد كده، هو طلع كده، هو طلع كده بجد يعني. لا كنت محضّرة له ولا أي حاجة، هو طلع زي ما أنتم شايفين كده. أنا عملت لكم طبعًا المكرونة البشاميل كذا مرّة، فطبعًا يعني أنتم بقيتوا أساتذة يعني في المكرونة. فزي ما أنتم شايفين كده حطيت النُص التاني من المكرونة وفردتها بالمعلقة كده. و في اللحظة دي بقى باحط شوية موتزاريلا قبل ما أحط العصاج، يعني بتبقى جميلة أوي كده وبتشد من تحت. بس بقى أنا عايزة أقول لكم على حاجة، بعد ما دخلت الصينية دي دخلت الفرن وطلعت شكلها قمر كده، بجد ما إحنا ما صبرناش عليها. أنا لمّا باجي أقطّعها باسيبها كده زي ربع ساعة، نُص ساعة، وبعد كده باقطّعها عشان بتطلع الخرطة بخرطتها. إحنا بقى ما صبرناش، المغرب أذّنت وكلّنا طبعًا صايمين وجعانين عايزين ناكله، وأنتم عارفين الصيام اليومين دُولة اليوم طويل جدًا، جدًا. فأول ما الأذان بيأذّن بيبقى يعني بقى عندنا فرح، بنبقى فرحانين جدًا الأذان أذّن عايزين نشربوا مَيّة، نشرب عصير، ناكل. بتبقى فرحة يعني منتظرين بقى إمتى هافطر، إحنا هنفطر إمتى؟ ما لحقتش بقى تمسك نفسها وإن أنا أقطّعها خُرَط، خُرَط زي كل مرّة. لأ هي طلعت كده والله العظيم الفيديو طلع كده، وأنا كنت تعبانة أصلًا ومش قادرة أقوم من السرير و وحرّانة والنور مقطوع والدنيا كانت يعني الحمد لله والشكر لله. بعد ما خلّصتها الصينية القمر ديّة، آمم طبعًا أنا باحب أملاها البشاميل، يعني أنا باحب البشاميل أوي، فباحب أملاها يعني أوي. في ناس بتحب تعمل بشاميل خفيف. لأ أنا ما باحبش أعمل بشاميل خفيف، أنا باحب البشاميل كده بيبقى كده قوامه ماسك كده وجميل كده وكريمي، حاجة كده تفتح النِفس. جِبت بقى الموتزاريلا وفوق الوش على فكرة أنتم ممكن تحطّوا يعني ممكن تحطّوا صينية المكرونة في الفرن وبعد ربع ساعة تطلّعوها تقوموا حاطين الموتزاريلا، عشان في ناس الموتزاريلا بتتحرق منهم، بس أنا الموتزاريلا مش بتتحرق منّي لإني أنا عيني بتبقى على الحاجة وما شاء الله، الله أكبر الدنيا تمام. ولو عجبكم الفيديو شيّروه بقى في كل مكان، سلام عليكم.